السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. وحشتوني 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 من اخر فيديو. النهاردة يا جماعة كل سنة وانتم طيبين. موسم المانجا خلاص يعتبر على تشطيب، فلازم بقى قبل ما يخلص موسم المانجا معانا هنخزن شوية مانجا كده مع بعضينا. بسم الله ما شاء الله، ويلا نسمي الله ونشوف. النهاردة خزنا كمية مانجا زي ما انتم شايفين يا جماعة. بصوا المانجا الكيت ما شاء الله تبارك الرحمن، احلى مانجا يا جماعة لتخزين المانجا. زي ما انتم شايفين يا جماعة، المانجا الحمراء في ناس بتسميها المانجا النعمومي، وفي ناس بتسميها المانجا الكيت. ودي كده نوع معانا نوع بلدي، بس نوع بلدي نظيف وجميل. انا طبعا كده حطيتهم بقى في الطبق وفتحت عليهم الحنفية وغسلتهم كويس جدا 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 تحت الحنفية كده. هتخزني المانجا دي كلها يا شوشو؟ ايوه هخزن المانجا دي كلها رمضان. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى موسم المانجا خلاص على تشطيب، فقلنا طبعا قبل ما يخلص نخزن لنا كده شوية ونحطهم في الفريزر. بصوا طبعا جبنا بقى الطبق اهون وهنقشر في قلبيه المانجا. في ناس تانية يا جماعة بتخزن المانجا زي ما هي كده، يعني بتجيبي الكياس وتحطي فيها كل كيس فيه مانجايتين وتحطهم زي ما هما كده في الفريزر. بس بصراحة بقى بتاخد معانا مكان، ده بتبقى حلو طبعا للي عنده فريزر طبعا، يعني في مكان واسع للمانجا ديت. انما انا عشان ما عنديش بصراحة مكان، فهنخزنها كده وهنقطعها وهنحطها في الكياس. بصوا انا بوريلكم المانجا يا جماعة الناشفة. انا جايبة احلى مانجا للتخزين النهاردة. بصوا انا خرطها كده قدامكم، والله يا جماعة خرط يعني مش متفعصة. وممكن كمان تطلعيها من الفريزر تحطي في قلبيها شوية سكر وتسيبيها كده لما تفك تاكليها كده زي الايس كريم. بتبقى جميلة جدا 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 في الشتاء. احنا طبعا هنخزن المانجا دي رمضان. كل سنة وانتم طيبين وبخير. يا ريت بقى اللي وصل الفيديو لغاية دلوقتي يعمل لاختكم شوشو لايك وتعليق جميل. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويخليكم ليا، اللهم امين يا رب. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا النهارده خزنت بصراحه كميه كبيره من المانجا، وهنخزنها بقى في الكياس اللي هي صغيره بتاعت اللبن، عشان طبعا احنا عايزين كده نحط في كل كيس على قد الخلاط بتاعنا. يعني ما تمليش الكيس على الاخر، لا هاتي كده ربع كيلو اكياس، او هاتي الكميه اللي انت هتخزني فيها وحطيها كده. وهنخزن بقى في قلبيها النهارده المانجا. بس انا طالبه بقى منكم النهارده طلب يا جماعه، قولوا لي قشر المانجا دوت بيتعمل، قشر المانجا ده يا جماعه بيتعمل بيه ايه؟ بصراحه انا النهارده قشرت كميه كبيره من المانجا، فبصراحه بقى القشر كتير عندي زي ما انتم شايفين اهون. ولسه كمان في كميه من المانجا تانية لسه هقشرها ولسه هخزنها. فقولوا لي يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات هنعمل ايه، طريقه ايه ان احنا نعرف نعملها لقشر المانجا. بصوا المانجايه في ايديا يا جماعه كبيره، وانا بصراحه ايديا بقى وجعتني من كتر تقشير المانجا. بس كل سنه وانتم طيبين وبخير. لازم طبعا موسم المانجا ما يعديش غير لما نخزن مانجا ونحطها كده في الفريزر لرمضان. كل سنه وانتم طيبين وبخير. بصوا يا جماعه المانجايه ماسكه حيلها كده اهي زي ما انتم شايفين، مش متفعصه ولا فيها اي حاجه بايظه. انا بحب بصراحه اخزن احلى مانجا ما تبقاش بايظه او فيها حته مفعصه ولا حاجه، لا انا بحب كده اخرطها خرط. ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما انتم شايفين اهوت. بس يا ريت تكملوا كده الفيديو معانا، والله الفيديو فيه كميه مانجا كتيره جدا جدا جدا.
وبألف هنا وشفا كل اللي ياكل من مانجة اختكم شوشو. دي المانجا الكيت يا جماعة اللي هي الحمرا ديت، وفي منها النعومي برضو للتخزين دلوقتي، جميلة جدا جدا. لان بقى خلاص الانواع اللي هي التانية خلاص يعتبر خلصت، اللي هي الزبدة. في ناس طبعا ما بتخزنش غير الزبدة. الزبدة برضو جميلة جدا للتخزين، بس بصراحة خلصت بقى من عندنا وما عادش عندنا غير المانجا اللي انتوا شايفينها ديت، اللي هي المانجا النعومي والكيت. وده كده نوع من المانجا البلدي. بصوا يا جماعة ما شاء الله تبارك الرحمن. وادي قطعنا بقى معاكم كمية كبيرة جدا من المانجا، هي انا حطيتها طبعا كده على الصينية، وهنخرطها مع بعضينا وهنعبيها في الكياس مع بعضينا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يا رب يا جماعة فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتنول اعجابكم. ولو عندكم اي استفسار عن تخزين المانجا مستنية تعليقاتكم الجميلة. واللي خزن مانجا يكتب لي في الكومنتات وخزنتوها ازاي، على طريقتي ديا ولا بطريقة جديدة. طبعا احنا بنتعلم من بعضينا. اللي عنده اي جديد في تخزين المانجا يكتب لي في الكومنتات. بص انا بوريلكم طبعا اهي المانجايه زي ما هي، ما فيهاش اي غلطه. المانجا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا بقى ديا مانجتكم وانتوا بتعملوها لازم تعملوا انضف مانجا للتخزين يا جماعه. والله هاتوا احلى نوع للتخزين اللي هي الزبده او الكيت او النعومي، وخزنوها لرمضان. كل سنه وانتم طيبين وبخير. عايزه اقول لكم بقى انا في اليوم طبعا هلكت من تقطيع المانجا، لاني عملت قد الكميه اللي انتوا شايفينها دي مرتين. انا بخزن كميه كبيره بصراحه لرمضان، ومش هكدب عليكم يا جماعه، في ناس طبعا بتبقى عشمانه فبودلهم يعني. طبعا دي عاده، وكل سنه وانتم طيبين وبخير. بص طبعا انا بوريلكم كده المانجا، لسه في مانجا انا لسه ما عملتهاش. انا هخلص بقى معاكم دول وبعد كده بقى هقعد على الكميه كلها، ونشوف دلوقتي هنعمل بقى فيها ايه المانجا اللي انتوا شايفينها دي. بصوا كان لسه طبعا ما خلصتش المانجا بتاعتنا اهيت لسه بقشرها. واكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه لو حطيت المانجا دي زي ما هي كده في الفريزر، لو كل وحدتين حبيتين من المانجا في كيسه هتنفع ولا مش هتنفع. ويلا بقى نسمي الله ونشوف دلوقتي هنعمل ايه بقى في المانجا بتاعتنا الجميله اللذيذه دي. بس اعملوا لايك حلو وتعليق جميل، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. ويلا جبنا الصينيه التانية يا جماعه هي، وهنقطع بقى عليها المانجا بتاعتنا. بصوا بقى يا جماعه ما شاء الله تبارك الرحمن، المانجا خرط خرط زي ما انتم شايفين اهو. بصوا خرط زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا فيها اي حاجه خالص متفعصه. وادي كده خرطنا صينيه المانجا معانا ما شاء الله خرط زي ما انتم شايفين يا جماعه اهوت. يا رب تكونوا وصلتوا دلوقتي للفيديو يا جماعه، واكتبوا لي في الكومنتات احلى خرط مانجا من عند ايد اختكم شوشو. ما شاء الله تبارك الرحمن، بألف هنا وشفا كل اللي ياكل من المانجا المتخزنة بتاعة اختكم شوشو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين اهو. وبألف هنا وشفا احلى شوية مانجا. والله يا جماعة عايزة اقول لكم احنا شبعنا مانجا السنة دي.
بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. وكمان خزنا المانجا، واحلى مانجا كمان، مش اي مانجا ولا اي ولا زي احلى مانجا عند اختكم شوشو بقى. وكده خلاص يعتبر قطعنا بقى منجتنا كلها كده اهوت. بصوا يا جماعه، انا بوريها لكم ان هي خرط ما فيهاش غلطه. هنجيب بقى الكياس كده بتاعتنا، احنا لسه ما خلصناش كمان، لسه تقطيع يا جماعه اهون. وزي ما قلت لكم لسه كمان في قد الكميه دي مرتين لسه هعملها، عشان زي ما قلت لكم انا طبعا بوزع برضك منها. كل سنه وانتم طيبين وبخير. وبص بقى الكياس اللي انا جبتها النهارده، كياس يا جماعه اللي هي بتاعت اللبن الصغيره، ما تجيبوش الكياس اللي هي الكبيره. وهنحط بقى في قلبي كده كل كيسه شويه، وما تكتريش في الكيسه، انا عايزه على قد الشفشق بتاعنا، شفشق الخلاط يعني، ولا تكتري ولا تقللي، بحيث ان انت تطلعي الكيس تحطيه على طول في شفشق الخلاط وتضربيه، ويبقى احلى شويه مانجا والذ عصير مانجا. ما شاء الله تبارك الرحمن اهوت، خرط خرط خرط. وفي ناس تانية يا جماعه بتحط في المانجا دي، بتحطها في علب وتحطها في قلب الفريزر برضك. بس المتوفر عنده بقى العلب والكلام دوت، انا بصراحه مش متوفره عندي. انا متوفره عندي اللي هي الكياس، وبتبقى سهله. وده كده كان اخر موسم المانجا معانا السنه دي، موسم 2025. كل سنه وانتم طيبين وبخير، وعقبال السنه الجايه يا رب وانتم طيبين وبخير يا رب. انا لسه بعبي المانجا معاكم اهوت، لان زي ما انتم شايفين الكميه كبيره. والله يا جماعه عايزه اقول لكم انا قعدت يومين اخزن في المانجا، لان طبعا انتوا عارفين ان انا لوحدي في البيت، ما معيش بنات. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يلا بقى يا جماعه كملوا الفيديو، الفيديو والله جميل جدا جدا جدا. وخلاص اخر موسم المانجا، كل سنه وانتم طيبين وبخير. وزي ما قلت لكم ما تملوش الكياس على الاخر، يعني خلوا الكياس كده على قد الشفشق بتاع الخلاط بتاعنا. والله العظيم ثلاثة في ناس يعني من عيلتنا ما بيحبوش يشربوا المانجا غير من عند اختكم شوشو. ليه بقى يا جماعة؟ عشان زي ما انتم شايفين المنظر الجميل اللي قدامكم دون، المانجا خرط خرط كده وغسلاها كويس. تشربوا طبعا الحاجة كده تشربوها بنفس. انما في ناس تانية بتعمل بقى اللي هي المانجا اللي بتبقى متفعصة شوية ومش كويسة. فلا، انا والله يا جماعة زي ما انتم شايفين احلى مانجا انا بعملها، واحلى تخزين مانجا عند اختكم شوشو، واحلى كوبايه عصير مانجا تشربوها عند اختكم شوشو، وبالف هنا وشفا. لو كملت الفيديو لغايه دلوقتي اكتبي لي في الكومنتات عايزين نشرب عصير مانجا يا شوشو بقى. بصوا كميه كبيره يا جماعه. بصوا انا مقطعه طبعا المانجا صوابع وشرايح ماسكه نفسها كده. طلعي بقى الكيس، ما شاء الله تبارك الرحمن، بالف هنا وشفا. بصوا حتى اخر الصينيه متقطعه خرط خرط زي ما انتم شايفين، مش متفعصها ولا فيها اي حاجه خالص. شوفوا اخر الصينيه يا جماعه. بصوا الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهو،
انا هعبيهم بقى كده على كيس. بصوا انا بوريلكم طبعا لاخر الصينيه، ما فيهاش خالص حاجه. بصوا كلها خرط خرط زي ما انتم شايفين اهوت. انا مش عايزه اسيب في الصينيه حاجه طبعا عشان حرام وخساره. وخلصنا الصينيه اهوت، ما شاء الله تبارك الرحمن، بالف هنا وشفا. وادي معانا الكميه الجميله من المانجا بتاعتنا. انا طبعا لسه ما ربطتهاش، هربط بقى كده، هقفل بقى الكياس بتاعتنا. تقفلي بقى الكيس كده، تربطيها، وهنحطها بقى في الفريزر. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اهو زي ما انتم شايفين. بصي بتطلعي طبعا كده الهواء من المانجا بتاعتنا، وتربطي اكياس المانجا وتحطيها، وهترصيها بقى وتحطيها كده في الفريزر، وهتطلع معانا احلى عصير مانجا رمضان. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم وينول اعجابكم، ويا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. وكل سنه وانتم طيبين، موسم المانجا 2025. كل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية نكون زايدين مش ناقصين، اللهم امين يا رب. وتسلموا لي احلى عيلة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. والسنة دي كانت احلى سنة، الحمد لله رب العالمين. ربنا راضى المزارع كلها في المانجا. كل سنة وانتم طيبين وبخير يا رب، واشوف وشكم على خير بإذن الله. ومستنياكم في فيديوهات جديدة مع اختكم شوشو حبيبتكم. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. احلى مانجا واحلى عيله، عيله ميدو وشوشو. تسلموا لي احلى عيله، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. بشكر كل اخواتي وكل حبايبي اللي بيدعموا قناتي. وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم حبايبي.